السلام عليكم، اهلا بكم في قناه حلويات فاتن. في اطار سلسله حلويات سهله وسريعه غادي نقدم لكم اليوم حلوى بدون فرن بثلاث مكونات فقط. ما تنساوش تخلوا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد، وكننتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم. خليكم الان مع المقادير والطريقه. بسم الله، غادي نبداو في ديك المقادير اللي هي بسيطه وغير مكلفه. انا كيف عودتكم دائما كنحاول نقدم وصفات تكون بمكونات بسيطه. عندنا 100 غرام ديال الكوك او جوز الهند، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه. كنختاروا دائما الكوك اللي يكون رقيق، ولا كان غليظ ممكن طحنوه. وعندي هنا 800 غرام ديال الشوكولاط الابيض العادي، او تستعملوا اي نوع من الشوكولاط. وعندنا القليل من المربى ديال الفراوله او الفريزه اللي غادي نجمعوا به الكوك. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نوضعوا الشوكولاط في اناء وغادي ندوبوه بطريقه حمام مريم. عندي هنا كسرونه فوق، وضعت فيها الماء ووضعتها فوق النار. غادي نوضع فيها هذا الشوكولاط يذوب، وخصنا هذا الاناء اللي فيه الشوكولاط يكون كبر من الاناء اللي فيه الماء. هذه هي الطريقه باش كندوبوه، والنار كتكون مهيله، ما تكونش النار مجهده. غادي نخليو الشوكولاط ديالنا كيذوب، وغادي نجمعوا الكوك بالمربى. المربى كيبقى على حسب الكوك شحال غادي نحتاجو. الا بقى خصني غادي نزيد. غادي نخلطو مزيان. هنا من بعد ما كنجمعوا المكونات كنديروا هويرات من هذا الخليط بهذا الشكل هكا، كنجمعوه صافي، وكنحطوا هاد الكويرات هادو حتى كنكملوا هذا الخليط كامل بنفس الطريقه. كنجمعوه بين الاصابع ديالنا. من بعد ما انتهيت من تشكيل الخليط كويرات، غادي نمروا لتشكيل الحلوى ديالنا. غادي نحتاجوا الشوكولاط، وغادي نحتاجوا هذا المول هذا اللي على هذا الشكل هذا، هو هذا. غادي نخلي لكم لا ريفيرونس ديالو في صندوق الوصف. بسم الله. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا الشوكولاط ديالنا هو هذا دايب بدون زيت ولا زبده، ما كنضيف له حتى حاجه، هو هذا. بسم الله. في البدايه غادي نعمروا هذا المول، غادي نوضعوا القليل من الشوكولاط، ما نعمروش بزاف، غير شويه. وغادي نوضعوا هذه الكويره ديال الكوك، كنضغطوا عليها واحد شويه وكنوضعوها في الوسط، وكنغطيوها بالشوكولاط مره اخرى. غادي نعمروا وحده اخرى، كنوضعوا الكويره ديال الكوك، كنغطيوها بالشوكولاط، كنعمروا المول كامل، وكنقوموا بهذه العمليه هذه باش كيتقاد لنا هذا السطح هذا. وغادي ندخلوها للمجمد حتى يتماسك هذا الشوكولاط ويجمد، ونخرجوها. من بعد ما دخلت الشوكولاط للمجمد وجمد، دابا غادي نزولوه من المول بهذا الشكل هذا. كيحيد بسهوله، كنحصلوا على هذا الشكل. هنا وصلنا لمرحله التزيين. غادي نحتاجوا القليل من المربى، وعندي هنا الكاوكاو او الفول السوداني مهرمش، هذا عندي محمر. بسم الله. غادي نعمروا هاد الفراغات اللي عندنا في الشوكولاط، غادي نعمروهم بالقليل من المربى. كنوضعوا واحد شويه في الوسط، وكنزينوها بكاوكاو او الفول السوداني. يمكن ديروا هنا اللوز، او باش ما بغيتو تزينوا، كيبقى التزيين حسب الاختيار وحسب اللي متوفر عندكم. غادي نكمل الحلوى ديالي كامله بنفس الطريقه، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها في طبق التقديم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى من بعد ما زيناها. يمكن توضعوها في قوالب ورقيه او الكويرطات. كنتمنى تعجبكم. الى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.